النهاردة هنتكلم عن أول جلسة من جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية الرأي العام، قضية مقتل الدكتور أسامة صبور أو المعروفة إعلاميا بقضية مقتل طبيب الساحل. الجلسة النهاردة انعقدت بمحكمة العباسية أمام دايرة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الغفار جد الله، والمتهمين هم أحمد شهتة المتهم الأول والمخطط الرئيسي في الجريمة وصديق المجني عليه، والمتهم الثاني أحمد فراج اللي هو الممرض، والمتهمة الثالثة إيمان صالح المحامية. وكان برضو موجود في القاعة دفاع المتهمين الثلاثة ودفاع أهل المجني عليه، ومن أهل المجني عليه كان موجود والدته وبعض من أقاربه. وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة، وبعد كده النيابة العامة بدأت تقرأ الاتهام على المتهمين. المحكمة بدأت تسأل المتهمين عن ارتكابهم للجريمة. أول واحد سألته أو توجه له السؤال هو أحمد شهتة، وسألته المحكمة: أنت قتلت الدكتور أسامة صبور؟ فكان رد دكتور أحمد شهتة أو المتهم الأول دافع عن نفسه وقال إن هو ما قتلش دكتور أسامة صبور، لأن الدكتور أسامة صبور دوت عشرة عمره وصاحبه، وهو ما خططش لقتله وما يقدرش يقتله، وإزاي هيقتله وهو صاحبه وعشرة عمره. ده كان كلام أحمد شهتة النهاردة في المحكمة. دفاع أحمد شهتة طلب تأجيل المحاكمة لأن هو لسه متولي الدفاع في القضية منذ يومين، وطلب أجل للاطلاع على ملف القضية وقراية ملف القضية وأوراق القضية علشان يقدر يدافع عن المتهم الأول. نيجي بقى للمتهم التاني، توجه له برضو نفس السؤال اللي توجه لأحمد شهتة المتهم الأول، ولكن برضو أنكر جريمة القتل بالرغم انه هو كمان معترف في النيابة. ومحامي بتاعه محامي الدفاع عن المتهم التاني قال أو طلب سماع أقوال الشهود، وطلب مناقشة الطبيب الشرعي اللي شرح أو كشف على جثمان الدكتور المرحوم أسامة صبور، وطلب سماع شهادة والدة المجني عليه، وطلب إحالة المتهم الثاني للطب الشرعي لإثبات ما به من إصابات. أما بقى عن دفاع المتهمة الثالثة بعد ما توجهت لها التهمة وأنكرت برضو، دفاع المتهمة الثالثة قال إن هو جاهز للمرافعة، وطلب من المحكمة إخلاء سبيل المتهمة الثالثة علشان إن هي مريضة، وعلشان إن هي ما بتاكلش ولا بتشرب ولا تقوى في محبسها، وعلى أساس إن هي مريضة بمرض عضال. والمحكمة أثبتت له الكلام ده في محضر الجلسة. يعني أنا عايزة أقول للأستاذ الزميل الفاضل، أوجه له كلمة. يعني حضرتك هي صعبانة عليك المتهمة الثالثة وعمال تقول لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام وإنها مريضة بمرض عضال. يعني حضرتك هي دي صعبانة عليك، واللي هي عملته هي والمتهمين الاتنين في إن هم قتلوا الدكتور أسامة صبور، ده مش صعبان عليك إن هم قتلوه وهو في مقتبل العمر، وإن هم حرموه من إن هو يفرح بشبابه أو إن أهله تفرح بيه؟ ده مش صعبان على حضرتك يا أستاذ يا سيدنا الفاضل؟ بلاش كل شوية تقول على المتهمة الثالثة محامية، دي وصمة عار في جبين المحاماة والمحامين. يا أستاذ الفاضل، حضرتك عمال تقول إنها مريضة وصحتها تعبانة وهزيلة والكلام ده. ما كانت بكامل صحتها قبل الجلسة مباشرة، وكانت بتزعق في المصورين عشان بيصوروها. دلوقتي التعب جالها فجأة اما الجلسة بدأت، والدموع التماسيح نزلت. ما كل ده احنا عارفينه تمثيل، ده حتى كمان هي فاشلة في موضوع التمثيل على فكرة. يا أستاذ الفاضل، يعني أقول لحضرتك دي واحدة اشتركت في جريمة قتل مع 2 وأزهقوا روح إنسان لا حول له ولا قوة، حرموه إن هو يفرح بشبابه، حرموا أهله إن هم يفرحوا بيه. حضرتك بتدافع عنها في الأرض، يا ترى مين اللي هيدافع عنها يوم الحساب؟
انا ثقتي في الله كبيرة، وفي الهيئة الموقرة اللي بتنظر القضية انهم ان شاء الله هيدوها، وهي والمتهمين المشتركين معاها في القضية، حكم عادل على قد الجرم اللي ارتكبوه. القضية يا جماعة اتأجلت لأول شهر أكتوبر، يعني تقريبا اتأجلت شهر كامل علشان طلبات الدفاع الأول والتاني. إن شاء الله هنكمل معاكم أحداث محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية الرأي العام أو قضية مقتل طبيب الساحل. إلى اللقاء.